النادي الاهلي بيتعادل مع فيوتشر 1-1، ونادي الزمالك بيفوز على البنك الاهلي 1-0 في اخر دقيقه بطلوع الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. خلونا كده بسرعه نروح لمباراه النادي الاهلي وفيوتشر اللي انتهت بالتعادل زي ما قلت في بدايه الفيديو 1-1. وفي كلمه بس حابب اقولها كده في البدايه، اهلي عبد القادر وسافيو وبيرستاو كانوا اخطر بكتير جدا من اهلي قفشه والشحات ومحمد شريف، اخطر بكتير جدا جدا، وشادي حسين كمان يعني. لا بصراحه اهلي عبد القادر وسافيو وتاو امتع زي ما قلت بكتير جدا واخطر بكتير جدا. كانوا بيقدروا يجيبوا ان هم هدف مبكر، كانوا بيقدروا ان هم يبقوا خطيرين طول المباراه فعلا. يعني طول المباراه اللعيبه بتكون خطيره فعلا على المرمى، عندها فعاليه كبيره جدا. لكن اهلي النهارده اللي شفناه او النادي الاهلي اللي شفناه سواء الشحات او قفشه ما كانوش بنفس الخطوره، ما كانوش بنفس المهاره الممتعه اللي كنا بنشوفها من سافيو وعبد القادر وبيرستاو وتحركاتهم. لا 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 لا، بصراحه اهلي سافيو زي ما بقولوا عبد القادر وتاو امتع بكتير جدا. وخلونا نروح بس الكوره المدير الفني النادي الاهلي، انا شايف انه غلط غلطه كبيره النهارده. محدش عنده مشكله ابدا في ان انت تدور اللاعبين، ده شيء معروف في كره القدم ومتعارف عليه وصح. فكره ان انت تعمل تدوير للعيبه و الى غيره، ده شيء مهم جدا ان انت بتدخل في اكتر من بطوله وبتخاف ان اللاعب يبقى عنده توقف، اللاعب لا قدر الله يبقى عنده اصابه، فده صح محدش عنده فيه مشكله. لكن فكره ان انت تغير النهارده الخط الهجومي بالكامل ده شيء غلط وكان مبالغ فيه شويه. يعني انت 2 لعيبه و2 لعيبه، لكن كم اللعيبه دي انا بصراحه كنت شايفه غلط. لكن علشان اكون منصف في حاجه عايز اقولها زي ما قلتها قبل كده في يوم من الايام عن فريرة. يا جماعه المدرب اهلي وزمالك ما عندوش خيار تاني غير ان هو يجرب في الدوري. مش هينفع اجرب في افريقيا دي انا اتغلبت ماتش او اتعادلت ماتش انا بقيت بره، ممكن ابقى بره. لكن في الدوري المصري الدوري لسه طويل والمنافس ليا هيقع وانا هقع، لسه في كتير. ففريرا وكولر ومدربين الاهلي والزمالك ايا كانت اسمائهم في الحاله اللي فيها الدوري المصري المضغوط دوت ما عندهمش حل تاني غير ان هو يجرب في الدوري المصري. والكلام ده انا كنت قلته عن فريرا قبل كده ولازم اقوله عن كولر عشان ابقى منصف. فزي ما بقول الراجل ممكن يكون اخطا النهارده في فكره ان هو يغير الخط الهجومي بالكامل، بس زي ما بقول الراجل ما عندوش اي حل تاني، مفيش اي حل تاني. ده مجمل مباراه النادي الاهلي وفيوتشر. ويمكن بس لعيبه عايزه ان انا اتكلم عنها، السولية هيفضل من امتع اللعيبه وافضل لعيبه خط الوسط في مصر. الراجل يعني لا غبار عليه. وخط دفاع النادي الاهلي انا بصراحه بشوفه رغم الهدف النهارده، لكن خط دفاع النادي الاهلي قوي جدا متماسك جدا وبيلعب كوره جميله جدا سواء متولي او عبد المنعم. الاثنين اصحاب اقدام عندها بعض المهاره، مش مجرد مدافعين الستايل القوي، لا عندهم مهاره وعندهم موهبه، بيقدروا يطلعوا بالكوره بشكل كويس جدا. فلعيبه بصراحه لعيبه النادي الاهلي كمجمل بصراحه كويسه جدا. هي بس غلطه الخط الهجومي، او زي ما انا بقول الخط الهجومي النادي الاهلي لما يكون موجود فيه او اللي كان موجود فيه سافيو وبيرستاو وعبد القادر كان امتع واخطر بكتير. وخلونا نروح لمباراتنا الثانيه، مباراه نادي الزمالك وامام البنك الاهلي اللي بتنتهي 1-0. كابتن حلمي طولان بيمارس هوايته الطبيعيه قدام نادي الزمالك وبيلعب جيم 10/10. من امتع المباريات اللي بتشوفها في الدوري المصري هو مباراه كابتن حلمي طولان قدام الزمالك ايا كان الفرقه اللي هو ماسكها، ايا كانت ايه الفرقه اللي هو ماسكها. يعني الموسم اللي فات كان معاه انبي برضه هتلاقي ماتش ممتع. فكابتن حلمي طولان بالتخصص بيلعب ماتش قوي جدا قدام نادي الزمالك. ونادي الزمالك عنده مشكله ان هو مفيش حلول هجوميه، نادي الزمالك هجوميا صفر، وده لسببين انا عارف ان اغلب جمهور نادي الزمالك هينتقدنا عليهم. نادي الزمالك هجوميا صفر وما عندوش حلول بسبب احمد سيد زيزو وامام عاشور، الاثنين بيمتلكوا الكوره زياده عن اللزوم. واي حد دلوقتي هينزل يلعب قدام نادي الزمالك هيمسك الاثنين لعيبه دول، خلاص امر نادي الزمالك انتهى. لان الامر امام عاشور واحمد سيد زيزو بيروحوا ياخدوا الكره اصلا من زمايلهم، ما بيسيبوش مساحه ان انت ممكن تلعب مثلا سيف الدين الجزيري تلعب الناحيه الثانيه لا، هم بيروحوا ياخدوا الكوره ويقعدوا يجروا بيها شمال ويمين ويمين وشمال بدون اي استفاده لنادي الزمالك. وزي ما بقول نادي الزمالك كان النهارده هجوميا صفر الا وقت نزول شيكابالا. يعني شيكابالا هو الوحيد اللي عمل حلول هجوميه، لان احمد سيد زيزو مش هيقدر يعمل اللي بيعمله ده مع زمايله، هيعمله مع شيكابالا. فكانوا بيسلموا الكوره شيكابالا ممتع جدا، الراجل لعب من باصه واحده. او على فكره الدليل على كلامي واي حد عايز يرجع للمباراه، الكره الوحيده اللي احمد سيد زيزو لعبها بلمسه واحده هي اللي جت جول، الكره الوحيده
باقي ما باقي احمد سيد زيزو بيروح ويجي ويجي ويروح ويروح ويجي، وانا والله ما عندي مشكله في مجهود يا عمي، والله الراجل بيبذل مجهود كبير ويشكر عليه، لكن والله لو مجهودك ده في الاخر من غير فايده ملوش لازمه، طرف الهوى. فانت لازم مجهودك تركز بشكل كبير جدا ان مجهودك يكون لمصلحه الفريق. احمد سيد زيزو النهارده اكتر من كوره لسيف الدين الجزيري وحتى سامسون لما نزل، لو كان بصها لهم الامور كانت تتحل ببساطه من غير ما اروح واجي واروح واعك الدنيا واخرب الدنيا. لا، خلي الامور اهدى بكتير، واللعب من لمسه واحده اسرع بكتير وهيوصلك للجول اسرع بكتير. فعلى فريرة ان هو يكون ليه وقفه مع امام عاشور واحمد سيد زيزو في الكلام اللي انا بقوله ده او الكلام اللي انا لسه قايله ده. فريرة فكره ان جماهير نادي الزمالك بقت غضبان عليه بعض الشيء، بصراحه حقها. احنا اكتر مباراه شفنا نادي الزمالك فقير جدا هجوميا، فقير جدا جدا جدا، فغضب جماهير نادي الزمالك او جماهير الزمالك بقت غضبانه على فريرة دلوقتي بصراحه حقها. فريرة من اكتر المدربين اللي انا بحبهم، بس انا راجل في الاخر ما بشجعش نادي الزمالك، فمش هجبر جمهور نادي الزمالك انه يحب المدرب ده ولا لا، لكن بصراحه المدرب انا في حاجات تانية كتير جدا بستمتع بيه. لكن بالنسبه لجمهور نادي الزمالك او لو هنتحدث على جمهور نادي الزمالك، من حقه ان هو يعني يغضب على الراجل بعض الشيء. اكتر مباراه نادي الزمالك زي ما بنقول بيكون فقير فيها. عواد هو نجم المباراه الاول والاوحد، يعني بصراحه الراجل اي المباراه 90% من الحافظ على شباك نادي الزمالك نظيفه، وان نادي الزمالك يقدر يحقق الفوز هو عواد. ويمكن اخر مباريات عواد بيقدم اداء ولا اروع. شيكابالا عودته عودا حميدا، طبعا شيكابالا من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها. فكره عودته ادينا شفنا شيكابالا لاعب موهوب عنده حلول. شفنا النهارده غير الملعب ازاي. نادي الزمالك زي ما بقول والله لو شفت المباراه صفر قبل شيكابالا، بعد شيكابالا حال تاني، فلا يعني حال مختلف جدا جدا جدا. فنادي الزمالك عليه ان هو يقرص ودان، او فريرة عليه ان هو يقرص ودان بس امام عاشور واحمد سيد زيزو شويه، لان بصراحه اللعب الفردي او لعبهم الفردي ده بقى مبالغ فيه، وبقوا محفوظين لاغلب الفرق، واغلب الفرق بتلعبهم بشكل كبير جدا. اتمنى اكون شرح المعلومات عجب حضراتكم، واتمنى ان انتم تشاركوني في التعليقات، واتمنى ان انتم تشاركوا معنا على القناه.